بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها ما كشفه الرئيس الروسي بوتين في خطابه بالأمس من أن روسيا تعتزم استعادة أراضيها التاريخية التي سلبها منها الشيوعيين اليهود في الثورة الشيوعية، وأن هذه أرض سليبة يجب أن تستردها روسيا، ممتلكات روسيا، منها أراضي داخل تركيا، ولايات وأراضي تركيا اليوم هذه كانت أرض روسيا، وبوتين قال يعني أرضنا التاريخية سوف نستعيدها. وأيضا بوتين قال أنه من أسباب الحرب في أوكرانيا هي الطائرات المسيرة بين قوسين التركية، والإعلام الروسي تحدث كثيرا عن هذا الأمر، وقال أن الرئيس التركي أردوغان أعطى أوكرانيا الطائرات المسيرة، فأوكرانيا تشجعت وبدأت تقصف في الانفصاليين الروس في الشرق، وأنه بوتين اتصل بأردوغان وقال له هذه الطائرات اسحبها لا تعطيها لأوكرانيا. أردوغان رفض. خلال عرض الخرائط سيتضح لنا كيف أن روسيا تلف الحبل حول رقبة تركيا، وكيف أن أردوغان يقوم بقص هذا الحبل. ولكن أعداء الداخل، أعداء تركيا في الداخل هم أخطر من بوتين كما سنشاهد. أولا هذه خريطة روسيا التاريخية، كل الملون سواء أحمر أو أخضر أو سموا الألوان، أنا مش خبير في الألوان يعني. هنا العاصمة الروسية موسكو، وطبعا روسيا احتلت كل شمال القوقاز ده مسلمين، واحتلت هذه الأرض من تركيا في عهد السلطان عبد الحميد. روسيا طبعا احتلت أوكرانيا، وروسيا احتلت رومانيا، وروسيا احتلت بولندا، فبولندا دي كلها أراضي خسرتها روسيا. وروسيا احتلت فنلندا خسرتها أيضا. روسيا احتلت عاصمة المسلمين، دولة المسلمين التتار اللي هم قازان. وروسيا احتلت استراخان، ودي عاصمة المسلمين أيضا من قبل. وروسيا احتلت كازاخستان، طبعا هي فقدت كازاخستان لكن الجيش الروسي دخلها الآن. وروسيا الآن قواتها موجودة في تركمانستان. أذربيجان طبعا شقت. شمال إيران روسيا كانت بتحتله. أوزبكستان ليس فيها قوات روسية وفي مشاكل حاصلة بينهم. القوات الروسية منتشرة في طاجيكستان لكنها ليست دولة مستقرة ممكن ترجعها. قرغيزيا. روسيا في وقت ما كانت بتسيطر على منغوليا. روسيا في وقت ما كانت بتسيطر على منشوريا داخل الصين نفسها. طبعا روسيا بتسيطر على الجزر اليابانية اللي هي في الشرق. هنا في هذه الخريطة توضح لنا الخطة الروسية. أرض في شرق تركيا، هذه المنطقة ملاصقة لجورجيا، دي أرض احتلتها روسيا المسيحية القيصرية في عهد السلطان عبد الحميد. وفي الحرب العالمية الأولى الجيش العثماني طردهم، أنور باشا رحمه الله. فجزء خلي بالكم أن تركيا بحدودها الحالية مدينة للسلطان سليم الأول وأنور، ورغم ذلك الاثنان يهانان في تركيا. طيب ده شرق تركيا. طيب أيضا بوتين بيكشف أنه أذربيجان، أدي باكو عاصمة أذربيجان، هذه كانت أرض روسية أخذت منا مؤامرة. هو اتكلم أن الشيوعيين الخونة وضعوا مبدأ تقرير المصير أدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتي. الشيوعيين الخونة قال هؤلاء أقلية حكموا روسيا المسيحية، يعني يقصد أن هم أقلية يهودية شيوعية يعني. فعملوا تعدد لغات، وعملوا جمهوريات، وعملوا حكم ذاتي، وعملوا تقرير مصير، وعملوا أكثر من لغة. بعكس هو يقول بوتين يعني في تصريحاته قال إن روسيا كانت دولة مركزية مسيحية أرثوذكسية بتحكم بقى مسلمين وغير مسلمين إلى آخره. فروسيا تركيا أخذت أرضها، وأوكرانيا انفصلت، وجورجيا وأرمينيا. والعجيب أن الساسة الإيرانية يتحالفون مع روسيا رغم أن روسيا عاوزة تحتل أرضهم. يعني أنت ماشي، يعني أنت السياسة الإيرانية تقوم على أن ضرر قتل المسلمين السنة وإبادتهم، دي عقيدة عند ملال إيران الشيعة، يعني دي جزء من الدين الشيعي، لابد من قتل كل المسلمين السنة. طيب أيوة ماشي، أنت عاوز تقتل المسلمين السنة، بس بالمنظر ده أنت بتخلي روسيا تحتلك أصلا وأنت قريب من روسيا. المهم فهو يريد استعادة كل هذه الأراضي. كما نشاهد على هذه الخريطة روسيا بتعمل إيه؟ طوق حول تركيا. تركيا دولة كبيرة ودولة قوية، فلا تستطيع واحد أنت مش قادر عليه ماذا تفعل؟ ولا تستطيع أن تقترب منه ماذا تفعل؟ تبدأ
ترميه بالنبال من بعيد، فيجيله هنا فينزف، هنا ينزف، هنا ينزف، إلى أن تخور قواه وينزف دم لوقت طويل فيخور قواه ويسقط. فذلك لما ننظر على الخريطة تجد كل التحركات الروسية هي يخنق تركيا. فهنجد ان هو احتل شبه جزيرة القرم، روسيا احتلتها فاصبح هو شمال تركيا، واحتل شرق، وطبعا لو احتل كل اوكرانيا اصبح في وضع اقوى تجاه تركيا. وهنجد ان هو نشر قوات روسية داخل ارمينيا فاصبح بيحيطها بتركيا من الشرق، ونشر قوات روسية في سوريا فاصبح بيحيطها من الجنوب، ونشر قوات روسية في بنغازي فاصبح بيحيطها ايضا من الجنوب. طيب عشان كي يخلق القوس في تحالف روسي شيعي إيراني. الفكرة تقوم على فكرة العدو المشترك. روسيا من عدوها؟ المسلمين. العدو الأول لروسيا المسلمين. لماذا؟ لأن أصلا روسيا أراضيها كلها قائمة على المسلمين. أوكرانيا كانت أرض إسلامية وروسيا أخذتها. القرم كانت أرض إسلامية وروسيا أخذتها. رومانيا بلغاريا روسيا أخذتها من المسلمين وعملوا دول مستقلة. كازاخستان آسيا الوسطى، القوقاز والشيشان. يعني خلي بالكم روسيا تاريخيا احتلت من أرض المسلمين ما يقرب من 7 مليون 8 مليون أرض. فروسيا بتعتبر عدوها الأول المسلمين، وتوسعات روسيا كلها على أرض المسلمين يعني. طيب فدي العدو روسيا. طب عدو إيران؟ إيران دولة شيعية، وكما نعلم أنه الملالي إيران والمذهب الشيعي بتاعهم يقول أن كل المسلمين كفرة وكل المسلمين يجب قتلهم. وزي كل سنة يقيمون يا لثارات الحسين، يعني الانتقام للحسين، ويضربون أنفسهم. فهو يا لثارات الحسين هو شعار عسكري هدفه قتل المسلمين السنة، بيهيج الشباب الشيعي بحيث يقول لهم استعدوا لقتل المسلمين السنة. وبالفعل نجح هذا الحلف الشيعي الروسي، وأمريكا طبعا هي اللي بترعى المسألة كلها، وأنا خصصت حلقة لذلك. اكتب صبر مشهور، اكتب على اليوتيوب صبر مشهور تحالف الأقليات الدينية وأمريكا. فراحت عملت هي حلف مع أدي إيران بقت بتحاصر تركيا من هنا، والعراق أيضا الميليشيات الشيعية، والميليشيات الشيعية في سوريا. انظر، طبعا إيران بدأت تنشط داخل الأراضي التركية تحت مسمى جمعيات أهل البيت. إيران لما تيجي تقول لك أنت بتعادي أهل بيت الرسول، لا، أنتم أعداء أهل بيت الرسول، لأنه أهل بيت الرسول كلهم ماتوا الله يرحمهم. اللي يقول أهل بيت الرسول ده نصاب وأفاق. آخر واحد من أهل بيت الرسول توفى السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، توفى سنة 58 هجرية، وبعدها لا يوجد أحد من بيت الرسول موجود. أهداف إيران هي أن تصل إلى الكعبة وتهدمها كما هو موجود في المذهب الشيعي، وتقوم بنبش قبر السيدة عائشة وجلدها. فمين اللي بيعادي ومين اللي بيشتم في زوجات الرسول ومين اللي بيشتم في سيدنا علي؟ من يقول عن سيدنا علي ديوه غير الملالي إيران هؤلاء؟ يقولون زوجته ضربت وإن هي ماتت وسقط حملها وكان بيتفرج. فأصبح في حلف كما نشاهد عملية تطويق لتركيا، والتطويق لتركيا بدأ حتى إن هم يفتحوا، إيران تفتح مراكز داخل تركيا وداخل اسطنبول تحت مسمى جمعيات أهل البيت. فده مسألة جد خطيرة. هم يريدون أن يكرروا ما فعلوه في سوريا. تم تطبيق هذا المشروع في العراق، وحرب الأهلية شغالة في العراق والعراق اتدمرت. في سوريا، في اليمن في الأسفل أيضا طبقوا في هذا المشروع. وإيران وروسيا تريد أن هي تنقل الحرب إلى داخل تركيا تحت مسمى جمعيات أهل البيت وعاشوراء والاحتفال بعاشوراء. والشعب التركي كباقي الشعوب الإسلامية ناس بسيطة مش متعمقين في الأهداف الخفية لإيران. والمسلمين بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون أهل بيت الرسول، ولذلك بيجري الاتيان بنا وتدمير بلادنا من هذا المنطلق. طبعا السلطان العظيم الرائع اللي الجهلة والمغفلين والحاقدين والخونة يكرهونه السلطان سليم الأول رحمه الله. هذا السلطان العظيم المفكر الاستراتيجي الكبير القاطع العالم الإسلامي مدين له، ولأننا جهلة ونستقي معلوماتنا من أعدائنا أصبحنا نحقر رجلا عظيما كهذا.
ولأننا جهلة ونستقي معلوماتنا من أعدائنا أصبحنا نحقر من الحجاج ابن يوسف الثقفي ونقول ظالم وقاتل، وهو رجل والله عظيم وصالح. الحجاج ده أنت المسلمات بتغتصبنا في الهند والمسلمات تغتصبنا في الصين، لو كان الحجاج حيا والله ما سمح بأن يجري هذا. ده الحجاج سير 6 جيوش لامرأة مسلمة استغاثت به في باكستان، وهو اللي فتح الصين، فتح المسلمين الإيغور يقتلون ويذبحون. اللي أرسل الجيش للصين للإيغور لكشغر كان الحجاج. فأنا عاوز بس اللي بيتطاولوا لما تعملوا مليمتر واحد من اللي عمله الحجاج ولا من سليم الأول بيفتحوا فمكم بكلمة. قاعدين ناخد الروايات الشيعية ونعمل يعني مثلا بنقول الإمام علي ولا نقول الإمام أبو بكر، رغم أن سيدنا أبو بكر أهم بكثير جدا من سيدنا علي، ولا نقول الإمام عمر بن الخطاب. يعني احنا نقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، رغم ان هم اعلم منه وهم اهم منه في التاريخ الاسلامي. هم اللي فتحوا، هم اللي اقاموا الدولة، هم اللي فتحوا، هم جمعوا القرآن، وهم اللي عملوا الفتوحات الاسلامية. فاحنا لا نفخ سيدنا علي في الجنة وسيدنا علي من رابع الخلفاء الراشدين وكل شيء. الى اي مدى التلويث المجوسي الايراني بيدمر شخصياتنا وبندفع ثمن هذا عسكريا. اي سوريا ضاعت والعراق ضاعت وإيران من قبل ضاعت واليمن ضاعت. روسيا بكل وضوح علمها هو العلم الذي كان مرفوعا على اسطنبول في عهد الدولة البيزنطية أو الرومانية الشرقية. واحنا الروم المذكورين في القرآن هم البيزنطيين يعني. وانت لما تشوف معارك المسلمين كلها، حتى محمد الفاتح من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 9 هجرية غزوة تبوك، حتى السلطان محمد الفاتح رحمه الله، المعارك الإسلامية غالبيتها مع الروم. طيب لما سقط هذا العالم الروماني الشرقي اللي هو هذا، من الذي حمله فورا؟ روسيا، وقالت أنا الوريثة وسوف أنتقم. فكما نشاهد هذا الشعار الروسي أو علم الدولة البيزنطية 3 صلبان كما نشاهد، وهنا أدي الكرة الأرضية عليها الصليب، يعني هم عايزين ينشروا المسيحية في كل حتة، وده سيف انهم يعني هيحاربوا بالسيف من اجل المسيحيه الارثوذكسيه، وهنا فارس مسيحي ارثوذكسي وهو بيطعن التنين. التنين رمز الشر. طبعا الديانه المسيحيه الشر مش محدد فيها، يعني في القران محدد من هو الشر، لكن في المسيحيه انت بتغير، يعني الشر اوكرانيا، الشر تركيا، انت عاوز تحارب مين هو الشر يعني. طيب ادي هنا كما نشاهد بوتين، ادي الرئيس بوتين، وهنا يا عم الصلبان اهي، الصليب الاول، الصليب الثاني، الصليب الثالث، وطبعا باقي النسر مش موجود، وهنا الكرة الأرضية عليها الصليب، وهنا السيف اهو. فكما نشاهد انه الراجل بيقول لك انا اريد احتلال تركيا وسوريا. هو بيحتل سوريا، لما تقول له انت بتحتل سوريا ليه؟ يقول لك لان هذه ارض رومانية مسيحية ارثوذكسية. وهو نفسه اللي يقرأ منكم تاريخ روسيا المسيحية الارثوذكسية القيصرية طلبت من الدولة العثمانية، اخذ ذلك ان هي المسؤولة عن المسيحيين الارثوذكس في فلسطين. يعني هي روسيا طبعا في فلسطين. هو إذا الظروف مناسبة أهلا وسهلا، دي كلها مبررات أخلاقية كي يحشد الشعب خلفه، كي يحشد الجنود. إن استطاع تنفيذها أهلا وسهلا، إن لم يستطع بيؤجلها. وهي أفكار بتنام يعني في وقت الضعف بتخمد، وفي وقت ما يكون عنده قوة وأسلحة نووية أو يجد مثلا إذا وجد تركيا قوية فخلاص لا يتحدث عن اسطنبول. حتى تجد أن روسيا لم تفتح فمها بكلمة لما رئيس تركي أردوغان عاد آيا صوفيا إلى مسجد، لم ينطق بكلمة. ليه؟ لأنه شايف تركيا قوية. طب لو جه حاكم ضعيف لتركيا فورا يبدأ محاصرة تركيا وش الحرب آلية فيها. طيب الخطر على تركيا ليس من روسيا ولا كذا، الخطر من داخلها. انظر هؤلاء ماذا يقولون؟ دول رؤساء 6 أحزاب تركيا. هؤلاء يا جماعة معاهم 48% من الشعب التركي، يعني نصف الشعب التركي خلفهم. هذه حقيقة. ماذا يقولون؟ يا أردوغان اسحب الجيش التركي من سوريا، اتركها، واسحب من ليبيا، واسحب من أذربيجان، وما لا علاقة لنا بأوكرانيا. يا أردوغان، ما هي روسيا عاوزة تعمل إيه؟ تخنق تركيا. فأردوغان مشغل مقصات في كل مكان. المجموعة دي تشيل أردوغان بعيدا، تقول لا سيب روسيا تخنقنا. وهؤلاء سياسيين دول فاهمين، يعني انت
ال 48% الذين ينتخبونهم دول ناس ما درسوش تاريخ، عمال، أطباء، مهندسين، لا درسوا تاريخ ولا سياسة، ولا الإعلام التركي بيتكلم في هذه الأمور لا يتحدث فيها. ما هو مين الذي يدير الإعلام التركي؟ ده سؤال. دولة عميقة لا تتحدث عن مصالح الدولة أصلا. المشكلة ليست في هؤلاء، إنما هؤلاء من الذي صنعهم؟ كيف أصبح خلفهم 48% من الشعب التركي؟ احنا بنتكلم على ملايين الناس. فهل ال 48% بيكرهوا تركيا؟ لا، ده مواطنين وبيحبوا البلد. طب كيف أصبحوا يدعمون من يدمر البلد وبيقول يا روسيا احتل تركيا؟ هو النظام التعليمي، الكتب التعليمية الفاسدة المعادية لتركيا، الكتب التعليمية الكاذبة التي تقول لا تتحدث عن أطماع روسيا في تركيا، التي تحقر في الإسلام في تركيا. دولة عثمانية سيئة، العرب خونة، الآداب التركية قبل الحروف اللاتينية دي كانت كلام تافه، الدولة العثمانية ظلمت المرأة. ده أنت عندك مناهج تعليمية في تركيا بتطلع الشباب ملاحدة. يا بنت لما تدرس إن الدولة العثمانية اضطهدت المرأة تكره الإسلام وتطلع ملحدة، ولما شاب يدرسوا له بالكذب إن العرب خونة يطلع إن الرسول ده خائن ومن دين الإسلام دين الخونة ويطلع كافر ملحد. المشكلة في مناهج التعليم في تركيا، المشكلة في التيك توك والانستجرام وإلى آخره. في سرطان، واحد عنده سرطان وبعدين عنده ايه درجة حرارة عالية، فأنت تجيب ايه كمادات وماشي طالما تقعد تحطها على تخفض له الحرارة. يا عم هو عنده سرطان، فالحرارة مجرد عرض لمرض، فهؤلاء ليسوا إلا عرض للمرض. المرض هو ما يجري في وزارة التعليم ومناهج التعليم. انت لست امام معارضه. يعني في محرم انجا ده سياسي تركي وكان ضد اردوغان في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت، وضد ويريد اسقاط اردوغان. بس محرم انجا ليس معارض للدوله التركيه، هو معارض لاردوغان، لكنه بيأيد الجيش التركي في سوريا، يؤيد الجيش التركي في اذربيجان، يؤيد الجيش التركي في ليبيا، يريد الحفاظ على دوله تركيا. انما هو يرى ان هو احق بالحكم من اردوغان، انه احسن من اردوغان في الحكم. هذا حقه، لكنه مع مصلحة الدولة. فلما أردوغان بيقول أنا أرسل الجيش لسوريا، محرم إنجا بيقول أنا ضد أردوغان لكن قراره صح، ولو كنت مكانه كنت اتخذت القرار. دول لا، ده عاوزين يهدموا الدولة، عاوزين يهدموا تركيا نفسها وروسيا تخنقها. فبالتالي في خطر، في حرب قادمة، وأنا تحدثت مرارا وتكرارا في فيديوهات سابقة عن الحرب القادمة بين روسيا وتركيا، وإن ضعفت تركيا سوف تحتلها روسيا، وإن ضعف تركيا مسألة حتمية. يعني القول ان احنا سنظل للابد، ما فيش، قلنا في مصر كده سنظل للابد، ما فيش الكلام ده. اي دوله بتضعف، روسيا بتضعف وامريكا بتضعف، والحل ان تركيا تبدا تبعد روسيا بعيدا، تطردها من سوريا وتطردها من كذا. اذا حصل اي صراع على الحكم في تركيا تكون روسيا بعيده. ولماذا بقيت الدوله العثمانيه 600 سنه؟ عوامل كثيره، منها كبر المساحه. ان انت الدوله من فيينا كي توصل لاسطنبول 2000 كيلو، ويعني المساحة الكبيرة دي أعطت الدولة عمق، لحين الوصول للعاصمة تأخذ وقت كبير جدا. فده اللي أخر سقوط الدولة العثمانية من بين عوامل كثيرة. في الختام أرجو أن تكون الصورة قد وضحت. وهنا فيديو سابق أنا أعددته عن نظرية روما الثالثة، اللي هي بتحرك السياسة الخارجية الروسية أو بترسم الأحلام الروسية اللي هي عايزة تطبقها على أرض الواقع بالقوى العسكرية المسلحة وبالتعليم وبالمخابرات وبالميليشيات الشيوعية، حزب العمال الأرميني وهؤلاء. أرجو استماع هذا الفيديو. وهنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو الاستماع إليها، وأسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر. وهنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأئمة مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.